كان هناك شيخ كبير في السن، رجل ارتسمت على وجهه خطوط معارك لا تعد ولا تحصى، خاضها في عوالم خفية. قضى حياته يعالج الناس بالقرآن، أناس تحولت عقولهم إلى ساحات لعب لشيء مظلم وقديم. وثق تجاربه لا في كتب ضخمة النشر، بل في دفتر بسيط مهترئ. كان هذا الدفتر بمثابة شهادته السرية، مليئا بملاحظات مكتوبة بخط اليد عما رآه وسمعه. كتب عن أصوات لم تكن تخص المريض، وعن عيون تحمل ذكاء قديما ومخيفا، وعن حضور يملأ الغرفة ببرودة محسوسة. لم يكن يعالج المرض فقط، بل كان في الخطوط الأمامية لحرب قديمة قدم الخلق نفسه، حرب لا يدرك معظمنا حتى أنها تخاض حولنا. كتب الشيخ عن حالة معينة، شاب يتحدث بلغة لا يعرفها أحد، لغة خشنة بت وكأنها تنبعث من أعماق الأرض. في دفتره لاحظ الشيخ: ليس الصبي هو من يتكلم، إنه وصف محادثة مباشرة، حوارا مخيفا مع الكيان الذي يعتقد أنه إبليس نفسه أو أحد رسله الأقوياء. تحدث الكيان عن كراهيته الأبدية، وعن قسمه بتضليل البشرية حتى آخر يوم. سخر من إيمان الشيخ، ووعد بأنه مقابل كل روح ينقذها سيسقط 1000 روح أخرى في قبضته. شعر الشيخ بإرهاق عميق بعد هذه الجلسات، ليس إرهاق الجسد، بل إرهاق الروح. كان يحدق في الهاوية، والهاوية كانت تحدق به بابتسامة صبورة وعارفة. هذا الصراع، أدرك الشيخ، لم يبدأ مع آدم، بل كان أقدم بكثير. احتوى الدفتر على مقاطع جمع فيها الشيخ الحكايات القديمة، قصصا عن زمن قبل أن يمشي البشر على الأرض. كتب عن كائن ذي قوة وعبادة هائلة، معروف بين الجن باسم عزازيل. لم يكن مخلوقا وضيعا، بل كان نبيلا، من أكثرهم تقوى، وقف في حضرة الله. لكن الكبر، بذرة صغيرة منه، غرست في قلبه، نمت كسرطان، لوت تقواه إلى غطرسة. عندما نشر الجن قبل آدم الفساد وسفك الدماء على الأرض، لم ير عزازيل فشلهم كمأساة، بل كدليل على تفوقه الخاص. كان يتدرب بالفعل على الدور الذي كان مقدرا له أن يلعبه. كانت الملاحظات الأخيرة للشيخ أقل عن حالات محددة، وأكثر عن إدراك مخيف. الحرب لم تكن تدور حول حالات التلبس الدرامية أو الرؤوس التي تدور. تلك كانت مجرد مناوشات صاخبة وفوضوية. الحرب الحقيقية، كتب الشيخ، كانت صامتة، كانت تخاض في لحظات الشك الهادئة، في الهمس الذي يقول لك إنك لا قيمة لك، في موجة الغضب المفاجئة التي تدمر الصداقة، في الدفعة اللطيفة نحو خطيئة صغيرة تبدو غير ضارة. اعتقد أن إبليس تعلم من ماضيه القديم. تعلم أن المواجهة المباشرة كانت فوضوية. النصر الحقيقي كان في جعل البشرية تهزم نفسها، روحا هادئة ويائسة تلو الأخرى. ينتهي الدفتر هناك، شهادة مخيفة على معركة ولدنا جميعا فيها. قصة آدم في جنة عدن غالبا ما يتم تبسيطها. نتخيل همسة سريعة، لحظة إغراء واحدة، ثم السقوط. لكن الحقيقة أكثر خبثا بكثير. إبليس لم يقترح مجرد الأكل من الشجرة، بل أطلق حملة متطورة من الحرب النفسية. اقترب من آدم وحواء ليس كوحش، بل كصديق مهتم، مستشار حكيم يضع مصلحتهما في قلبه. تحدث إليهما مرارا وتكرارا، مستخدما المنطق والعاطفة. شكك في دوافع الله، غرس بذور الشك الأولى. هل منعكم الله من هذه الشجرة؟ كان يسأل. أم أنه يخفي عنكما سر الحياة الأبدية وملكا لا يزول؟ لم يكن هذا إغراء عابرا، كان حوارا مطولا، درسا متقنا في التلاعب. إبليس لم يكذب فقط، بل مزج الحقيقة بأكاذيبه ليجعلها أكثر قبولا. أقسم بالله، تكتيك جريء لدرجة أن آدم وحواء لم يتخيلا أن أي مخلوق يجرؤ على فعل مثل هذا. استغلوا رغباتهما النقية، الرغبة في الخلود، في المعرفة، في مكانة أعلى. جعل الفاكهة المحرمة تبدو ليست كفعل عصيان، بل كمفتاح لفتح إمكاناتهما القصوى. صور أمر الله كتقييد لحريتهما، ظلم كوني يمنعهما من أن يصبحا مثل الملائكة. كان تفكيكا بطيئا، صبورا، ومنهجيا لثقتهما ويقينهما.
سقوط آدم كان أول انتصار كبير لإبليس ضد البشرية، وقد علمه درساً حاسماً. تعلم أن الطريق الأكثر فعالية لتدمير الإنسان ليس بالقوة، بل من خلال أفكاره ورغباته. أول جريمة قتل على الأرض اتبعت هذا المخطط بالضبط. عندما شعر قابيل بلسعة الغيرة تجاه أخيه هابيل، لم يسلمه إبليس سلاحاً، بل رعى الشعور المظلم الذي كان موجوداً بالفعل. همساً في اللحظات الهادئة: قبل قربانه ورفض قربانك، أنت أقل منه. هل ستتركه يمشي مرفوع الرأس بينما رأسك متأطئ خجلاً؟ لم يكن الصوت أمراً، بل كان سؤالاً هادئاً ومستمراً يردد صدى شكوك قابيل الخاصة. ذلك الصوت الداخلي، همس الشك والغضب واليأس، أصبح سلاحاً إبليس الأساسي. قابيل لم يحارب شيطاناً، بل حارب فكرة اعتقد أنها خاصة به. استسلم لأسوأ جزء من نفسه، جزء تم زرعه ببراعة من قبل عدو خفي. هذا أسس سابقة مخيفة للجنس البشري بأكمله. أكبر المعارك لن تخاض في الميادين بالسيوف والدروع، بل داخل الفضاء الصامت والمقدس للعقل البشري. العدو أصبح الآن داخل الأسوار، وبدا صوته مثل صوتنا تماما. لقد انتقلت الحرب رسميا من حدائق السماء إلى أرض الروح البشرية. بعد نجاحه مع قابيل، اكتشف إبليس القوة العميقة للدم. كان أول قتل لحظة محورية، طقس ختم ميثاقا بين العنف البشري والتأثير الشيطاني. أصبح سفك الدماء عمله، سرا مظلما يفتح بوابات. هذا الهوس بالدم تردد صداه عبر الحضارات القديمة. نراه في الطقوس الوثنية التي طالبت بتضحيات حيوانية وأحيانا بشرية لإرضاء آلهة غاضبة وخيالية. لم تكن هذه مجرد تقاليد بدائية، بل كانت تحريفاً للعبادة، تحويل الفعل المقدس للتقديم إلى مشهد موت. لقد تعلم إبليس أن المجتمع الذي يطبع سفك الدماء يصبح أصماً لصوت الرحمة والشفقة. تطورت الحرب مع تشكيل البشرية للمجتمعات. مع قوم نوح، استغل إبليس تقواهم، محاولاً ببطء تبجيلهم لرجال صالحين من الماضي إلى عبادة صريحة للأصنام والتماثيل. مع قوم عاد، لعب على فخرهم بقوتهم الهائلة وعجائبهم المعمارية، جاعلاً إياهم يعتقدون أنهم مكتفون ذاتياً وفوق أي مساءلة إلهية. لقوم ثمود الذين نحتوا بيوتاً من الجبال، عزز شعورهم بالاستحقاق وتحداهم ليعصوا نبيهم صالح. مع كل حضارة كانت الاستراتيجية مصمماً خصيصاً. لم يستخدم نفس الخدعة مرتين، بل درس نقاط قوتهم الفريدة وحولها إلى نقاط ضعف قاتلة. ثم جاء عصر فرعون، ربما أذكى تلاميذ إبليس في الغطرسة. هنا رجل لم يكتفي بالمطالبة بالسلطة، بل ادعى الألوهية نفسها. لم يحتج إبليس أن يهمس لفرعون، بل كان عليه فقط تضخيم غرور الرجل نفسه. أصبح فرعون وعاء للكبرياء المطلق، إنسانا نظر إلى نهر وأعلن: هذا النهر لي وأنا خلقته. كان تتويجا لمشروع إبليس الأرضي، إنسان يقبل طواعية الخطيئة الأصلية لمغويه، إعلان: أنا أفضل. لم تكن الكوارث والمعجزات التي أتى بها موسى مجرد معركة ضد ملك، بل كانت مواجهة مباشرة مع الأيديولوجية التي أتقنها إبليس. تستمر هذه الاستراتيجية فساد هياكل السلطة وأنظمة المعتقدات حتى يومنا هذا، وإن كان بأشكال مختلفة. لقد حلت التجمعات الأكثر دقة وحميمية محل الطقوس الكبرى والمسرحية في الماضي. فكر في جلسات لوحة الويجا في غرفة مراهق مضاء خافتة، لعبة تبدو بريئة تدعو قوة مجهولة إلى مساحة ضعيفة. فكر في الطوائف الحديثة التي تعزل أتباعها وتتركز حول زعيم كاريزمي يردد ادعاءات فرعون بالمعرفة الخاصة أو الألوهية. لقد تغيرت الأدوات من المذابح الحجرية إلى الألواح الخشبية المصقولة والمنتديات الإلكترونية اللامعة، لكن الهدف يبقى نفسه: خلق مساحة حيث يمكن سماع همسات المخادع بصوت عال وواضح. في عالمنا الحديث المتقدم تكنولوجياً، تكيف إبليس مع تكتيكاته بكفاءة مخيفة. لم يعد بحاجة إلى إلهام بناء أصنام عظيمة،
أو تشجيع طقوس التضحية العلنية. لماذا يفعل ذلك بينما يمكنه العمل بدقة جراحية داخل العقل البشري؟ ساحة المعركة الجديدة هي النفس. أسلحته الحديثة ليست أوبئة الجراد، بل أوبئة الروح. القلق المزمن، الاكتئاب الشديد، والشعور العميق بالوحدة الذي يستمر حتى في عالمنا شديد الاتصال. لقد وجد أن الروح الضائعة في يأسها هي روح لا تستطيع سماع نداء الإيمان أو الأمل. إنه شكل صامت، نظيف، ومدمر بشكل فعال للغزو. انظر إلى الظواهر غير المبررة في عصرنا. موجات اليأس المفاجئة وغير المبررة التي تدفع الشخص إلى الانتحار. حالات الذهان، حيث يصف المرضى صوتا داخليا مستمرا ومعذبا يدفعهم نحو التدمير الذاتي والعنف. بينما تقدم علم النفس والطب تفسيرات سريرية، فإنها غالبا ما تصف ماذا، ولكن ليس لماذا. ما هو أصل هذا السرد الداخلي الخبيث؟ يزدهر إبليس في هذه المنطقة الرمادية. يختبئ في التشخيص السريري، مرتديا قناع اختلال كيميائي أو صدمة لم تحل. لا يحتاج إلى أن يكون شيطانا دراميا ينفث النار، عندما يمكنه ببساطة أن يكون الفكرة الهادئة المزعجة التي تهمس: لا أمل، استسلم. استراتيجيته اليوم هي العزلة. يستخدم تقنيتنا ضدنا. يخلق عالما لدينا فيه آلاف الأصدقاء عبر الإنترنت، ولكن لا يوجد من نتحدث إليه. يعزز ثقافة المقارنة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يضمن أننا ندرك دائما ما ينقصنا، مما يجعلنا نشعر بالنقص أو القبح أو عدم النجاح. يدعم فردية راديكالية تخبرنا أننا لا نحتاج إلى أحد، بينما يغذي في الوقت نفسه الفراغ الذي ينشأ عن الانفصال الحقيقي. هذا الشعور بالوحدة المطلقة وبدون هدف هو البيئة المثالية لترسيخ همساته. في هذا الفراغ تجد الإدمان والعدمية واليأس أرضاً خصبة للنمو. لقد حول حداثتنا إلى سلاح ضدنا. الحرب إذن مستمرة. إنها تحدث الآن بينما تقرأ هذه الكلمات. الجزء الأكثر خطورة في هذا الصراع الأبدي هو عدم معرفتك أنك جندي فيه. قد تعتقد أن لحظات غضبك المفاجئة أو حسدك العميق أو مشاعر عدم القيمة التي تشل حركتك هي مجرد عيوبك الخاصة. ولكن ماذا لو لم تكن كذلك؟ ماذا لو كانت سهاما موجهة بعناية من عدو خفي؟ التحذير بسيط ولكنه مخيف. كن يقظا. العدو صامت، صبور، وأعظم انتصار له هو إقناعك بأنه لا وجود له على الإطلاق، تاركا إياك تخوض معركة ضد نفسك من أجله.